جوزي قرر يجيب مراته التانية تعيش معايا في نفس البيت بعد ما خلصوا شهر العسل، مع إنه قالي إنها عندها شقة وهي هتقعد فيها. بعدها حماتي قالت لي معلش مش هينفع نسيبها لوحدها في شقة بعيد عن ابني، وانتوا كده كده ربنا ملزقكمش بعيال عشان مش بتخلفي و... فهنخليها تقعد في الأوضة التانية اللي المفروض كانت للعيال. أنا مش متخيلة إن الأحداث بتمشي بسرعة كده، وإنه ساب أمه تكلمني بالشكل ده. احنا متجوزين من 3 سنين وبنحب بعض من قبلها ب5 سنين، كله بسبب حماتي أمه اللي عماله تقوله من حقك تتجوز ومن حقك تخلف. ليه ما نرضاش بقدرنا وخلاص؟ ليه مصمم تجرح مشاعري؟ ليه بتخليني أكرهك وإنت أكتر حد كنت بحبه؟ أنا قلت خلاص اتجوزت اللي بحبه والدنيا هتبقى حلوة مهما كانت. بس واضح إن الشخص مهما كان بيحبك أهله، لو ناس مش كويسين هيتعبوك ويدمروا حياتك. وللمرة التانية أمه تقنعه إنه يخلي مراته معايا في الشقة وهي شقته باسمه، وشايفين إنه من حقه يخلينا مع بعض في بيته. أدهم بقى قلبه ميت، بقيت أعيط كل يوم وأنا قاعد لوحدي. خلاص فاضل ساعي ويوصلوا العريس والعروسه بان متجوز واحدة أمه اللي نقتها له عشان بتقوله سبتك تنقي جبتلنا خيبة. المشكلة إن أهلي ناس غلابوا قوي، بيقوليلي اصبري يا بنتي معاه بدل ما تطلقي وتقعدي في البيت مش لاقيه اللي يصرف عليكي. المشكلة هي إني حاولت أشتغل ما لقيتش شغل تقديراتي وشهادتي ما يأهلونيش أشتغل شغل كويس. أنا مش مصدقة إنه عمل فيا كده. بقيت أفكر في طلاق وشغل وبيت أهلي، وهصرف منين؟ ليه كده يا أدهم؟ ليه تسمع كلام أمك بالجحود ده؟ ليه تتغير عليا ويبقى كلامه ملوش لازمه؟ وفعلا قطع عياطي، صوت باب الشقة وهوا بيتفتح وادهم والبنت اللي معاه اسمها نيرة بصت لي وبعدها بصت في الأرض. أدهم جه يسلم علياه ويقول لي وحشتيني ويلا سلمي على نيرة. بصيت لها ودخلت غرفتي وقفلت الباب، وبعدها سمعته بيقول لها ولا يهمك هي شوية وهتتعود عليكي. وبعدها سمعتهم بيدخلوا الأوضة التانية، لسه ما شبعش منها لحد دلوقتي. المفروض أكون أنا اللي وحشاه. هو بجد الرجالة كلهم كده زي ما كانت صاحبتي بتقولي، وأنا أقولها ادهم حاجة تانية وادهم غيرهم. بس أنا مش قادرة أستحمل اللي بيحصل. أنا مخنوقة وأكتر حاجة بكرهها في حياتي إني أحس بالضعف. مش عارفة أنا بفكر صح ولا غلط، بس الموضوع زاد عن حده. أنا طيبة جدا، بس لما بحس بخطر وتهديد بتجنن. بس ماشي يا أدهم، أنا هوريك هعمل فيكي إيه. أنت وأمك ومراتك الجديدة مش هرتاح في ومتي غير لما أخد حقي منكم، لأني متعودة من صغري باخد حقي بدراعي. إحنا غلابة وده خلاني أعرف أخد حقي بنفسي. أنا هوريكي الوش التاني اللي عمرك ما شفته. كلمت صاحبتي وطلبت منها إنها تجيلي البيت بكرة الصبح، مع إني بقالنا كتير ما تقابلناش عشان قدهم مش بيحبها، بس أنا بموت فيها. وتاني يوم صحيت على زغاريت حماتي وهي جايبه أكل وبتزورهم وبتطمن عليهم. أنا مش عارفة الست دي بتكرهني كده ليه، عايزة مني إيه مش عارفة. المهم في وسط الزيطة صاحبتي جت فتحت لها ودخلتها غرفتي وقالت لها ركزي معايا واسمعيني، عشان أنا مش باسك في رأي حد غيرك في أي حاجة بعملها. أنا عايزة انتقام من حماتي وأدهم والبنت اللي جايبها. قالت لي اهدي بس وبالعقل، انت عايزة تطلعي بمين في الآخر؟ قلت لها أطلع بدهم ويكون عارف قيمتي. قالت لي ماشي وقامت مربعه على السرير ورفعت حاجبها. بس ساعتها عرفت إن في مصيبة جاية. كونت مركزة معاها. قالتي بصي يا ستي انت أول حاجة. قعدت أبص لصاحبتي وهي بتتكلم، وكل كلمة بتقولها كانت بتدخل عقلي بهدوء عكس النار اللي جوايا. قالت لي لو عايزة ترجعي حقك لازم الأول ترجعي نفسك. بلاش عياط بلاش ضعف، خليه هو اللي يحتار فيكي. الكلام كان صعب بس قررت أجرب. من تاني يوم
كل حاجة اتغيرت. بقيت بصحى بدري، ألبس كويس، حتى وأنا قاعدة في البيت أتكلم بهدوء وأتعامل وكأن مفيش حاجة حصلت. لا بشوفه ولا بسأله ولا حتى ببص عليه. أدهم بدأ يلاحظ. في الأول كان ساكت، بعدين بقى يرمقني بنظرات غريبة، كأنه مش فاهم أنا إزاي هادية كده. وفي يوم سألني: أنت مالك في إيه؟ رديت ببساطة: مفيش، أنا كويسة. الكلمة كانت بسيطة، بس كانت أول مرة أحس إني أنا اللي متحكمة. نيرة بقت متوترة، واضح إنها كانت متوقعة تشوفني منهارة، مش واحدة واقفة على رجليها. بدأت تبصلي كتير وتحاول تفهم أنا بفكر في إيه. بعد كام يوم دخلت علي الأوضة وقالت لي بصوت واطي: أنا مش مرتاحة هنا. أدهم أتغير. بصيت لها وسكت، وهي كملت: حاسه إن لسه بيفكر فيكي. الكلام وجعني، بس في نفس الوقت فهمت إن اللعبة بدأت تقلب. وفعلا في الليلة دي سمعت صوتهم بيتخانقوا. نيرة بتقولوا أنت عمرك ما حبتني زيها. وساعتها عرفت إن كل حاجة بتنهار بينهم. تاني يوم أدهم خبطوا على باب أوضتي. فتحته، لقيته واقف قدامي، وشه مش زي الأول، مكسور. ألي ماني ألي كولي إيما ألي. أنا غلطت وما كنتش فاهم أنا بعمل إيه. أنا خسرتك. بصيت له، وساعتها بس فهمت إن اللي قدامي ده مش نفس الراجل اللي كسرني. قلت له بهدوء: أنت فعلا خسرتني، بس مش عشان اتجوزت، عشان خلتني أحس إني ولا حاجة. سكلت وملقاش رد. بعدها بأيام نيرة سابت البيت ومشيت، وأدهم فضل يحاول يقرب مني تاني، يتكلم، يعتذر، يرجع كل حاجة زي زمان. بس أنا ما كنتش زي زمان. في يوم لميت هدومي بهدوء وهو واقف بيبصلي ومش فاهم. قال لي: رايحة فين؟ قلت له: رايحة أعيش حياتي، المرة دي لنفسي. وثبته ومشيت. رجعت بيت أهلي، بس مش نفس البنت اللي خرجت منه. بدأت أدور على شغل أتعلم وأبني نفسي من جديد. وأتهم أن مي با 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 كما وحدهم تي. فضل يحاول يرجعني، بس بعد فوات الأوان